كشف فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد عن سبب غياب قائد الفريق رياض محرز عن معسكر شهر مارس. وأوضح بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي أنه تواصل مع محرز وتحدث معه طويلا، وأن محرز طلب مهلة للتفكير في مستقبله مع المنتخب الوطني. هذا ورد محلل قناة الهداف علي بن الشيخ بقوة على قرار رياض محرز بعدم حضور فترة الاستراحة الدولية في مارس المقبل. وبحسب بن الشيخ فإن المنتخب الوطني أكبر من أي لاعب أو مدرب، وأكد أن محرز كان عليه الانضمام للمنتخب لاستعادة مكانته الأساسية التي فقدها خلال كأس الأمم الإفريقية في ساحل العاج. وبحسب بن شيخ إذا لم يعد اللاعب السابق إلى أفضل مستوياته ولم يتعاون مع المدرب الجديد فإنه يخاطر بإنهاء مسيرته الدولية والراحة إلى الأبد. وأتم عليه أن يطوي صفحة الماضي ويعمل على العودة إلى مستواه، وإلا سيعتزل دوليا ويرتاح للأبد. هذا ويبدأ منتخب الجزائر استعداداته للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يخوض معسكرا تحضيريا حاليا لمواجهة بوليفيا المنتظرة، والتي ستكون في يوم الجمعة القادم الموافق للثاني والعشرين من مارس 2024، حيث ستنطلق المباراة على الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر. وستتاح للمشاهدين فرصة متابعة مباراة الجزائر وبوليفيا عبر القناة الجزائرية الأولى مجانا، حيث ستقدم هذه القناة تغطية شاملة ونقلا حيا لهذا اللقاء.